في زمان بعيد بعد ما الإسلام وصل لشمال أفريقيا كان في قائد عظيم اسمه موسى بن نصير. الراجل ده ما كانش قائد عادي، ده كان عنده عقل قائد وقلب مؤمن وضمير ما بيهداش. قدر يوحد بلاد المغرب بعد ما كانت قبائل متفرقة وكل قبيلة بتحارب التانية، بس هو جمعهم وخلاهم يعرفوا يعني إيه يكونوا أمة واحدة. وفي يوم وصلوا خبر من واحد اسمه يوليان حاكم منطقة قريبة من الأندلس. قالوا الملك لذريق ظالم والناس هناك تعبانة، لو ساعدتونا الطريق للأندلس هيتفتح ليكم. موسى قعد يفكر، القرار كبير والبحر قدامه والعدو وراه، بس حلم نشر الحق كان أكبر من الخوف. فبكل هدوء نادى القائد الشاب طارق بن زياد وقاله خد جيشك وعدي البحر وافتح الأندلس باسم الإسلام. اللحظة دي كانت بداية فصل جديد في التاريخ. موسى ما كانش بس بيفتح بلاد، كان بيفتح قلوب الناس، كان بيزرع فيهم العلم والعدل والنور اللي غير وش العالم. وعلشان كده لحد النهاردة اسمه لسه منقوش في التاريخ، مش بس كفاتح لكن كرمز للقيادة الصح اللي تعرف إمتى تتحرك وإمتى تقف وإزاي تاخد قرار يغير الدنيا.